كل من لا يؤكد على استقلالك، من لا يحترم رأيك، من لا يحترم حريتك، من لا يحترم اختلافك معه، أنا أقول لك هذا لا يمكن أن يدعي أنه يريد الخير لك، لا باسم الدين ولا باسم الوطن ولا باسم أي شيء آخر. هذا يريد أن يمارس سلطة عليك، يريد أن يقمعك فقط، يريد أن يمارس سلطته بمقدار ما يمارس سلطته هو عليك. المسكين هو مأفون نفسيا، يجد نفسه تتضخم ذاته عند ذاتها، عند نفسها تتضخم نفسه عند نفسها، تجادل كل نفس هكذا يا أخوان، يتضخم، يشعر بنفسه لكن في مقابل أن يحول أو يحيي الآخرين إلى أصفار. ثمن باهظ هذا، وهذا مسلك لا إنساني، وهو أول ما يدفع ثمنه أيضا، لأنه يتحول إلى طغيان فارغ، يفقد إنسانيته، لم يجد إنسانيته الحق بهذه الطريقة. يا أخواني، شخص وحيد، طبعا هذا شخص مجرد مش معين، يمكن أن يتحدث باسم الحقيقة الكاملة، لن أقول حتى المطلقة، النبي الرسول، مش محمد، كل نبي كل رسول من عند الله، هذا الذي تنادمه السماء، توشوش له، تحدثه السماء، هذا الوحيد الذي يقول أنا أستطيع أن أتكلم باسم الحقيقة، نبي وثبتت نبوته بمعجزة مثلا. العجيب يا إخواني واللافت وهو جميل، يلفت بجمال وجلال، جلال الدين الحق الذي جاء ليحررنا، لم يأتي لكي يحيل نفسه إلى سلطة تمارس علينا يا إخواني باسم السياسة وباسم الكهنوت، أبدا، الدين لا يكون هكذا. أنت عبد لله وحده فقط، لست عبدا للسلطة، لست عبدا للشيخ، للفقيه، للملا، لست عبدا لأحد، أنا عبد لله الحق، والحق من عند الله، بمقدار ما يبدو لي الحق أنا أخضع، أذعن، الإذعان عملية قلبية، لا إكراه في الدين. لكن يا إخواني، هذا النبي، ولنأخذ النبي محمد لأن تراثه محفوظ مصون كامل بين أيدينا، هذا الكتاب الأعز الأجل، القرآن الكريم. طيب، العجيب أنه في هذا الكتاب وفي عشرات الآي الكريمات، مش آية وآيتين وثلاثة وأربعة، عشرات الآي، لا يفتأ القرآن يذكر ويؤكد وينبه الرسول نفسه عليه السلام أنك لست إلا مبلغ، لست إلا منذر، أنت لست شهيدا، لست وكيلا، لست حفيظا، لا تحاسبهم، لا تسيطر عليهم، لست عليهم بجبار. الإمام علي كرم الله وجهه كان أمير المؤمنين، السلطة العليا في الدولة الإسلامية، خليفة، قام ابن الكواء وسبه أمام الناس في خلافته، قال له أنت كذا وكذا وكذا وكذا، قاموا الناس قالوا اتركوه، لا ترعبوه، قال لا تفزعوا، ايش المشكلة؟ إنما هو سبه بسب، أكثر شيء، وأنا خليفة انتبه، أكثر شيء أمتلك إزاء سبه إياي أنا أسبه، أقول لا أنت البعيد، أنت وكذا وكذا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب وقد عفوت. هذا الدين، هذه سماحة الدين حقيقية، صح ولا لا؟ إمام علي لم يستحل دماء الخوارج الذين استحلوا دماءه ومن معه، ولا مش صحيح؟ ما كفرهمش، ولم يستحل دماءهم إلا دفاعا عن النفس، ولا مش صحيح؟ قال لا نبدأهم بقتال. تخيل، عنده أفكار خطيرة، ما دام ما بدأوش إحنا بس بندافع، لكن لا نبدأهم بقتال، ولا مش صحيح؟ ولا نمنعهم مساجد الله، ولا نمنعهم الفيء إذا قاتلوا معنا وكانت يدهم معنا على عدو. هذه سماحة الإسلام الحقيقية، هذا روح الإسلام. ولذلك الله تبارك وتعالى يا إخواني بحسب القرآن الكريم، القرآن الكريم يظهر حساسية شديدة، نفورا من كل ما من شأنه أن يتجاوز على حريات الناس، على اختيارات البشر، ليس هذا لأحد ولا للأنبياء، ولا للأنبياء. لكن المشكلة يا إخواني أننا نقرأ القرآن تقريبا ولا نكاد نفقه له حديثا، نقرأ ونتحفظ ونرتل ونردد دون أن نفقه، يعني آيات كثيرة غير آية في كتاب الله تنص بشكل واضح أن الله تبارك وتعالى ما جعل محمدا حفيظا على قومه وما أرسله عليهم حفيظا، وهو ليس بحفيظ. ما معنى الحفيظ؟ ما معنى أن ينفي الله هذه الحافظية عن رسول الله، عن الرؤوف الرحيم، انتبهوا، وعن أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، مش عن أي إنسان، مش عن داعية وعالم، لا، نحن بشر، لنا أهواؤنا، لنا تفضيلاتنا، لنا تحيزاتنا، لنا مصالحنا، واضح جدا جدا، لنا انتماءاتنا الضيقة،
القومية، الوطنية، الطائفية، المذهبية، الحزبية، معروف. الرسول كان فوق كل هذه الأشياء. الرسول لم يذعن لشيء منها، ما رأيكم؟ وطبعا جدير وحقيق ألا يذعن لشيء منها، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، للناس كافة، بشيرا ونذيرا لكل الناس. لم يميز بين هذا الرومي وهذا الفارسي وهذا الأبيض وهذا الأحمر وهذا الأسود أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبصدق يا إخواني متألق، بصدق حقيقي. النبي لم يكن يعتمل أو يتفعل هذا، يتكلف هذا، أبدا أبدا. هذه حقيقته. الله صاغه هذه الصياغة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما معنى أنه ليس حفيظا علينا؟ لم يجعل حفيظا علينا. ما معنى هذا؟ ما هو الحفظ؟ الحفظ في اللغة العربية الأعجمية هو الحراسة. الحفيظ هو الذي يحرس يا إخواني، يحرس القوم ومتاع القوم أيضا، فهو أعم من الوكيل. وفي كتاب الله غير آية نفت عنه عليه الصلاة وأفضل السلام الوكالة، أن يكون وكيلا على الناس، وكيلا على العباد، ليس بوكيل. طب ما معنى الوكيل؟ نفس الشيء ولكنها أخص من الحفيظ، لأن الحفظ الذي في الوكالة مختص بحفظ الأمتعة والأشياء دون مواليها. أما الحفظ الذي في الحفظ أيها الإخوة فهذا يعم الأشياء والأمتعة وأصحابها مواليها. الله يقول له: أنت لست حارسا على الناس،